ماذا لو كنت سيء في رواية أحدهم؟ سؤال حلو جدا. احنا هنا قدامنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول إنك تكون سيء في رواية أحدهما فعلا، وهنشوف هنعمل إيه. الاحتمال الثاني إن يكون اللي قدامك قال لك كلام يوجعك بغرض إنه يوجعك. هو عايز كأنه ينتقم منك في نهاية العلاقة، فقال لك كلام بغرض إنه يوجعك. وفي احتمال ثالث إنه اللي قدامك قال لك كلام يوجعك بغرض ديفنسيف ميكانيزم، قبل لما تقول له انت عملت فيا اللي هو احنا عارفين كده بنقول لقلب الترابيزه، لا انت اللي عملت 1 2 3 عشان يقفل لك الموضوع. طيب نعمل ايه بقى في اللقطه دي؟ اولا مهم قوي نبقى قابلين انه طبيعي جدا لما حد قدامي يقول لي كلام اي كان ان شاء الله الكلام ده يعني ابعد ما يكون عن الحقيقه، لما يتقال لي كلام زي ده طبيعه تهز. فرقم 1 انها طبيعه تهز. اعمل ايه بعديها؟ اخد الكلام ده واقعد مع نفسي شويه، ابتدي احلل الكلام ده. لو اتقال لي كلام وحش اسال نفسك ايه الدليل عليه، او ايه الدليل على عكسه. فانا اتقال لي انت كنت اناني وما فكرتش غير في نفسك وما شفتش حد غير نفسك والكلام اللي هو بيوجع ده. اعمل ايه انا؟ افكر فيه وابتدي اشوف هو ليه قال لي كده، او الاقي الدليل على عكسه. لا ده انا كنت كيرنج ومش عارف بعمل ايه وخدت بالي من ايه وعامه في حياتي وخاصه معاه. فانا لا، انا عمري ما كنت اناني، انا عمري ما كنت كذا بالدليل. عشان هنا افرق ما بين هو اتقال لي كلام بغرض ان اتوجع ولا الكلام ده فعلا فيا. ولو فعلا الكلام ده فيا على فكره مش عيب، تبقى تجربه هتعلم منها حاجات. ولو مش فيا خلاص انا فهمت اللي قدامي قاله لي ليه، يا اما كان بيدفنسيف ميكانيزم يا اما عايز يوجعني، وساعتها خلاص اوقف تحليل للكلام ده مع حل. خلاص هو اي كلام اتقال بحلل فيه ليه؟ اصله قال لي وقال لي وقال لي، ايوه ايه لازمه الكلام ده؟ بدل انا خلاص عرفت انه اي كلام خلاص ما ركزش فيه هنا. بس مهم اقف مع نفسي وقفه، مش دايما نقول الناس كدابين والناس ظلمه والناس اذونا والناس كذا. لا، مش عيب ان اقف مع نفسي واحلل عشان اشوف هو انا فعلا سيء في روايه احدهما ولا انا زي الفل.